هذه حاجة بتربي. أي تقول ولا يجوز لي نروح نحضر العرس في لاصال بصح بلا ما نشطح ونغني، تقعد برك هاي قاعدة وتشوف المسألة. يا أمي يا الحاجة يا خالتي الحاجة، المسألة ماشي كي تروحي تقعدي واش راهو صاير في هذيك القاعة. دوك ولا القاعة فيها الحلال يجوز تروحي تقعدي، ويجوز حتى تزغرتي، ويجوز حتى تشطحي. إذا نسى في نسى، إذا نسى في نسى يجوز لك ترقصي وتصفقي وتزغرتي وتطبلي بالدربوكة، ماشي حرام، ماشي حرام أبدا. أما إذا كاين الحرام في هذه القاعة، يجيكم الشاب وجغللو باش يغني لكم غناء فاحش واختلاط الرجال بالنساء، وكما دو كان شفنا هادو مغنين هذوما ولاو يغنوا كلش حتى الإرهاب تعرفوا شو الإرهاب هم يغنيو. هذا الشاب قدير وهذا يغني غنية يقول على الطفلة، يقول نديها ونروح ولا تطيح الروح. نديها، اسمعوا، نديها ونروح ولا تطيح الروح. ولذلك ديكنا انسان كان خابط سكر، راح تخلي واحد الدار صار طفله راقده، رفدها وخارج ويعيط نديها ونروح ولا تطيح الروح. جات يماها تجري جبدتها نحاها لها ولاو يضربوا بيناتهم، جبد لها الموس. علاه؟ لان الشاب قادر وراهو يعلم في الناس نديها ونروح ولا تطيح الروح. واحد مسمي روحه الشاب الروكا، الاخر الدوفان، الاخر الجابوني، الاخر البيرانيا. يا اعوذ بالله، وشنو هاد المغنين؟ هذا شاب بيرانيا وشاب الروكا والدوفان، وين رايحين بها؟ انت ربي مسميك محمد وتسمي روحك الدوفان ولا روكا ولا بيرانيا؟ ربي مسميك عبد القادر، تخلي هذه عبد القادر تسمي روحك بيرانيا روكا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لا يا امي، اذا العرس هذا فيه الحلال روحي سطحي وزغرتي، وإلا فيه الحرام ما تروحيش، ما كاش منها نروح نقعد. هي القاعة في معصية الله، والسخط عربي ونازل، واللعنة راهي نازلة، والحاجة راهي قاعدة زعما ما تسطح ما تزغر، ما يجوز لكش، ما تروحيش كاع، خليهم وحدهم، بعدي عليهم وهربي. ما هو الحكم؟ سؤال آخر يقول: ما هو الحكم الشرعي لتأخير الشفع والوتر إلى ما بعد صلاة التراويح؟ هذا سؤال مهم لأن بزاف يسقسيو عليه. إذا راك ناوي دير التهجد